السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناتي قناة طبخة الكن. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض حاجة كده على القناة جميلة جدا ولذيذة جدا، كل الناس بتحبها وعايزين نعرف الطريقة الأصلية بتاعتها. ان شاء الله النهاردة انا اعتبر جبت لكم الطريقة الأصلية بتاعتها. بس قبل ما نشوف اي حاجة كده نسمي الله ونصلي على الرسول. وطلب منكم، انا اول مرة اطلبه بجد بصراحة، بس يا ريت اللي يشوف الفيديو ده يحط لايك ويكملوا للاخر، وان شاء الله باذن الله النتيجه معانا هتبقى جميله جدا. ده يا جماعه التريتوز. ده ذره اصفر من بتاعنا عريض. طبعا انا اختصرت خطوات انا عملتها، بس انا هقول لكم انا عملت ايه. ده ذره اصفر عريض اهو، مش من بتاع الطيور او بتاع الحيوان زي ما الناس بتقول يعني. ماشي. الذره ده انا جبته نقعته يومين اتنين، كل يوم طبعا كنت بغير عليه. الذره ده انا جبته نقعته يومين اتنين. طبعا انا مسكته بعد ما نقعته، فرمته في الكبه بتاعه الخلاط اللي بنفرم فيها المطحنه بتاعه الفلفل والكمون. معلش ان بس عشان انا في خطوات انا عملتها فانا عايزه اشرحها لكم واحده واحده. فرمتها في الكبه بتاعه الفلفل والكمون، بعدين طلعت معايا فيها الحاجات دي وفيها ده. طبعا انا نخلت دي وطلعت منه الناعم، فضل معايا من هون الخشن اللي هو في القشور. ده هجيب صينيه، طبعا القشور نشفت معايا اهي. هجيب صينيه وابدا اعمل زي ما بنعمل ايه الرز كده، نطلع منه الحاجات دي اللي هي القشور دي، وهاخد بقى الخشن منه ده. انا حابه يبقى فيه معايا خشن بصراحه في الدقيق. هاخد بقى الخشن منه، هبدا اخده بس لفتين تلاتة تاني كده في الكبه بتاعتي. ماشي. معايا هنا طعم الجبنه، طبعا الطعم دوت اختياري بالنسبه لك، عند طعم الجبنه، عندك طعم الشطه والليمون. حابه تحط طعم جبنه متبله، طبعا ما عندكيش جبنه متبله هقول لك هعمل ايه. ده طعم جبنه عادي، احط عليه بس شويه توم بودره، ومعايا الملح، مفيش اكتر من كده اللي معايا. طبعا الزيت للقليه بس. هنشوف هنعمل ايه. بس هروح بس اشيل القشور ديت من الذره ده، واخده بس لفتين كمان في المفرمه، ونرجع ان شاء الله نشوف هنعمل التريتوز ازاي، وان شاء الله ان شاء الله هيبقى زي اللي بره. انا كده يا حبايبي طحنته تاني اهو، شلت منه القشور وطحنته. طبعا انا ده ما عدتش محتاجاه، هشيله في جنب. انا كنت بس عايزه اوريه لكم. انا نقعت يومين اتنين في الميه. طبعا وانا نقعاه حطيت معاه طعم الجبنه، حطيت معاه وانا نقعاه طعم الجبنه. ماشي. طبعا القشور هتبقى بسيطه بس مش هتبقى زي الاول. هنزل بقى هنا كده. والله وصفه جميله جدا وبسيطه جدا وسهله جدا اهو. وهحط عليها شويه ملح، وهحط عليها بصل بتاع توم بودره. ولو ما انتش حابه تحطي التوم مش مشكله على فكره. لو انت عندك بهارات حواوشي او اي حاجه وعايزه تحطيها مكان الجبنه بتنفع عادي. ماشي. هنعمل ايه بقى؟ كل اللي هنعمله هنجيب شويه ميه، نقلب الحاجات دي في بعض كده، وهنجيب شويه ميه وهنبدا ننزل. عايزه اعمل عجينه طريه، ماشي، بحيث ان انا افردها بايديا كده في الصينيه زي ما بنعمل البسبوسه والحاجات دي. خلاص اهي. صدقوني محدش عملها قبل كده الطريقه دي، وان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم اهي. بس شرط يكون الذره من ده، ما تجيبوش دقيق ذره. بص انا هكتفي بكده بقى. وهنعمل ايه بعد كده؟ شوف طريقه سهله ازاي. ممكن تجيبي انت كميه ذره تنقعيها وتطحنيها وتعمليها زي ما عملت كده، وتحطها في الفريزر في اكياس، ووقت ما تعوزي تطلع منها لاولادك تطلع منها عادي. خلاص. هعمل ايه بقى؟ هجيب الطاسه بتاعتي او الجريلا بتاعتي وهنشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي انا جبت الجريل بتاعي اهو. هبدا اخد من العجينه دي وانزل هنا كده. طبعا هاخد كميه بحيث لما افرد ابقى فرده ايه، تبقى رقيقه قوي. عايزاها تبقى رقيقه قوي في الطاسه بتاعتي اهو. بصوا انا هوريكم اهمتين وهروح. بصي هي عادي، بصي بتتبطط معاك عادي جدا في قلب الطاسه، بس انا عايزاكي تفرديها رقيقه رقيقه قوي 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 قوي، وت... وتخليها مسويه كده معاكي. ماشي. هروح افردها وارجع ان شاء الله معاكم. بصي انا بفردها عامله ازاي معايا، عشان انا حبيت اوريها لك بس عشان ما تقوليش لو عملت معاكي كده ان هي بايظه. تبداي بقى ايه، ت... تسوي الحاجات بتاعتك دي كده اهي. اهي بصي بتستوي معاك عادي، مفيش فيها اي مشاكل اهي. انا مش عارفه انا باينه ايدي باينه لكم ولا لا اهي. الطريقه دي طبعا لو جربت الطريقه دي ان شاء الله ما انتش هتجيبي من بره تريتوس.
اهو بصوا، انا بس بطبطب كده، طبطب عليها كده، بحاول املي الفراغات اللي هي فيها. هي الحته اللي كانت معايا اهي، بصوا بقت عامله ازاي. هنا برضه هوريك اهي، بصي اهي. طب انا بعمل كده ليه؟ مش عايزه احط لها عجين تاني، عشان انا عايزاها تبقى رقيقه على قد ما اقدر. عايزاها تبقى رقيقه على قد ما اقدر. طبعا هروح بقى اسويها بقى، والاطراف ده نسويها مع بعض، وهرجع ايه نشوف هنعمل فيها ايه تاني ان شاء الله باذن الله. تبقى جميله جدا معانا. طبعا انا يا جماعه لما وصلت للطريقه ديت بعد تجارب كتير بجد كنت تعبت، فمعلش يعني ما تنسونيش في اللايك للفيديو ده بالذات. اهو هخلصها بقى ونرجع مع بعض. خلاص كده انا تمام زي ما احنا شايفين اهو. الحتت اللي تحس ان هي خفيفه حاول ان انت ايه تمليها اهي بالطريقه دي، والاطراف برضه حاولي ترفعها عشان ما تهدرش معاكي اهي. ونروح بقى نعمل ايه على البوتاجاز بتاعنا، نشوف هنعمل فيها ايه. يلا معايا على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. على عين البوتاجاز كده اللي هي الكبيره دي، وحطيتها ولعتها وحطيتها، مفيش زيت مفيش اي حاجه تحتيها، وهنشوف هنوصل لايه. احاول اسوي الحته التخينه دي عشان تطلع معايا ايه بتقرمش وجميله كده. طبعا اسهل من كده مفيش. لو انت عملت الدقيق ده وحطيتيه عندك في الفريزر على طول، وقت ما تحبي تعمليها تطلعيه فك شويه وتروحي عاملاه في ثانيه. طبعا هي بدات تنشف معانا اهي. هبدا احرك بس الطاسه بتاعتي كده شويه عشان خاطر ايه اخلي كله ينشف مع بعضه. مش هحركها دلوقتي خالص، لما تنشف. معلش انا بس فاتحه الفيديو معاكم عشان عايزه اوريكم هي شكلها هيبقى عامل ازاي. بصوا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي لسه كده ما نشفتش. لما تنشف بقى نروح قلبنا الوش التاني على الناحيه التانية. هي اما تنشف هتلاقي ده طالع كده زي ما تكون متخمر. شوف بيعمل ازاي، بيعمل حاجات فقاقيع اهي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. حاول اسلكها بس كده من الجوانب. الف كده بالمعلقه بتاعتي. هفصل بس الفيديو معاكم لما ابدا اجي اقلبها. ولا بص هقلبها معاكم اهي، هي بدات تنشف اهي، عشان مش عايزه بس وقت الفيديو يطول معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي الناحيه التانية اهي بالطريقه دي. خلاص سيبها تنشف الوش التاني وهنرجع نشوف هنعمل ايه. بصي يا حبيبتي انا قلبتها تاني اهو. النار تبقى عاليه تحت منها. بص مجرد ان انت توصلي بس ان هي تبقى معاكي كده وتروحي شايلاها من على النار، اروح بقى اعمل الباقي ده معايا زي ما انا عملت كده، ونرجع نشوف احنا هنخليها مثلثات ونعملها ازاي. طبعا انا كده خلاص اهو عملت واحده زيه. ماشي، دي نص كوبايه ذره. دي نص كوبايه ذره. ماشي، هبدا اجي اعمل ايه. هاخده على الطاوله كده، اقص بالمقص كده كله بقى، نقصه بالطريقه دي اهو. كبر شويه عشان ايه يبقى شكل المثلث باذن الله اهو اهو. ونيجي بقى نعمل ايه مثلثات. بصوا مش عارفه انتوا شايفيني ولا لا. بصوا من الطرف كده وابدا اعمل مثلث، وابدا اعمل عكسه من الناحيه التانية اهو. يا رب تكونوا شايفين ايدي. بصوا البتاع عامله معايا ازاي اهي طريه. ماشي، وارجع اعمل مثلث من الناحيه التانية، وارجع اعمل مثلث من الناحيه دي. اروح اكمل بقى عشان ايه وقت الفيديو. خلاص يبقى انا معايا اتنين منهم، ادي واحده وادي التانية اهي بنص كوبايه دقيق. طبعا قبل ما انسى وانا بقطع كده الطاسه لما جيت احط فيها المره التانية بردتها تحت الميه، علشان خاطر لو انت حطيتها وهي سخنه العجينه ممكن تمسك منك في الطاسه، فتبرديها وتمسحيها وتروحي عامله فيها. وادي كده التيروتس بتاعي بعد ما قطعت اهو. خلصت التقطيع بتاعه. طبعا في كبير وفي احجام تانية مربع كده يعني. هنروح بقى نقليه مع بعض ونشوف هنقليه ويبقى شكله عامل ازاي. معايا كده بقى البتاع ده انا عاملاه عشان انا محتاجه زيت غزير، فانا عملت ده عشان يلملي الزيت معايا. طبعا الزيت سخن، الزيت سخن مش دافي ولا سخن. هنزل بالقطع بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم.
اهو. ابدا اقلب. بصوا طبعا هفصل الفيديو ثانيه بس لما ياخد اللون اللي انا عايزاه، عشان مش عايزه الفيديو يطول معاكم. شوفوا التوريتوز لونه عامل ازاي اهو، ماخدش مني ثواني، ما شاء الله لونه طالع جميل اهو، مش محروق، مش لونه غامق، مش اي حاجه. هبدا ايه بقى اصفيه كده، اصفي خالص من الزيت اللي فيه، واحطه في طبق او بوله اي حاجه، واجي ايه على طول هو سخن انزل بالبهارات. شوف انا حطيت مصفى اهي، وانزل بالايه بالبهارات اللي معايا، وابدا انخل عليها اهي. شايفين بعمل ايه اهي، واقلب. طبعا وباخد بهارات كتير اهو، وهحط كمان كميه، ونرجع نتقابل ان شاء الله بعد ما دي تخلص. بصوا كتير ما تخافيش منه اهو، بس اهم حاجه الزيت بتاعك يبقى سخن، تقلبيه كده على طول اهو. اهو هروح بقى اخلصه ونرجع نقدمه مع بعض. ودي التوريتوس بعد ما خلصناه وحطينا له البهارات بتاعته. طبعا البهارات دي حاجه اختياري. بصوا بصوا عامل ازاي من جوه، مش عارفه انتوا يعني شايفينه ولا لا، والطعم جميل جدا والقرمشه فظيعه اهو. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، وجربوها ان شاء الله، ان شاء الله هتعجبكم، ولا نشا ولا اي حاجه. وان شاء الله باذن الله ربنا يقدر لنا الاخر على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.